يا كوين، يا رب تكونوا بخير. النهاردة طبعا انتم بتتسألوا إيه الصناديق دي او ليه كلنا هنا. طبعا النهاردة المفروض تقولوا لياسمينة كل سنة وهي طيبة. النهاردة عيد ميلاد ياسمينة، والحلويات دي مش بس اللي احنا هناكله، في حاجات برضو هنا هناكلها. المهم لو عجبكم الفيديو ياريت تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. واحنا طبعا في المكان الحلو ده متجمعين كلنا، حتى ليلي موجود. فالمهم يلا نبتدي العيد ميلاد. انا بصراحة كنت متحمسة اوي للعيد ميلاد ده، بس فين التورتة؟ هقولك فينها. بصي، ده الصندوق ده اللي فيه التورتة، والصندوق ده طبعا هو اللي احنا هناكل فيه منه يعني. ودي الهدايا بتاعتك. ماشي، يلا نبدأ أكل. يلا بقى طبعا نطلع الكيكة. اهي الكيكة دي مش هي وبس. بصوا، طبعا هنسأل ياسمينة انهي واحدة عايزة تبتدي بيها. عايزة ابتدي باللي قدامي اللي بالبيستاشيو. ماشي، نشيل الاتنين دول في العلب. لا لا، خدي الحتة دي من نصيبك. معلش نسيت نحطها. هحط ده المفروض يبقى زيادة، فهتاخدي انت يا مي. ودي هي كمان. تصدقي فعلا خياراتك في البيستاشيو حلوة. نسيت الطبق ده مكان. دي اللي طبعا ما بتاكلش. كده مش مهم، انا مش هاخد من البيستاشيو، كده كده ما بحبوش. الله، شفتي طعم الكيكة اللي انا عملتها بقى؟ اه يا ماما، ما كنتش مصدقة انك هتعملي الكيكة الحلوة دي. بعديها طبعا دي. المرة دي برضو ياسمين تاخد الحتة الكيوت. طبعا الباقي هنكمل لهم بالكيكة دي. باقي طبق كده، الطبق اللي احنا شلناه على جنب. وفينا هتاخد من كل الأنواع طبعا عشان هي أميرة العيد ميلاد. معرفش يعني الكيكة مش عايزة تطلع ليه.
هتاخد الحتة برضو دي كده خلص. هحط بتاعتي فوق التانية. بحب انكك الطبقات كده يعني، بس هي مش راضية تعمل. ماشي. يا سلام، انا اللي اخده اللي شكلهم نادر. كده طبعا انا باين عليا نسيت اقول لكم، هنفتح الهدايا. طبعا اول هدية دي كانت من ماما ياسمينة. كده كمبيوتر، كان نفسي في واحد زيه. يا حلاوة الهدية بتاعت ماما، حلوة قوي. طبعا هتحطيها في اللي انتي فتحتيه. تاني هدية دي بتاعت مريم، تاخدي. طبعا واو، مريم جابت لي مايك اغني عليه يعني ولا ايه؟ اما اجرب كده. ياه، ده طلع حلوة قوي. واو، دي برضه حلوة. طبعا اللي جاية دي بتاعت مي. بجد. مي جابت لي ايه؟ واو، قصر حديث، ده روعة. برضه من الهدايا اللي اتفتحت. دي هديتي بقى ليكي يا أيها الأمير. أيتها، معرفش بتتقال ازاي، نسيت. المهم دي هي اللي أنا جايباها. واو، حلوة. بالنسبة للمبتدئة تجيبها ازاي؟ أنا مبتدئة برضو، زعلتيني منك. بنات آخر الزمن ما بتفهمش في حاجة. ماشي. وطبعا دي برضو هدية برضو مني. واو. هتلعبوا بيها كلكم ولا ايه؟ هاتوا الكرة دي بتاعتي. طيب فلاتت منكم. تصدقوا حلوة قوي. ايه رأيكم نلعب بيها دلوقتي؟ ماشي، نلعب بيها بس بعد ما تفتحي الهدايا. آخر هدية دي من تاليا وناتاليا، دول اللي هما بنات خالتنا كده. يا رب تكون عجبتك، بس هتعجبك. واو، انت جايبين لها حاجات كتير قوي كده. واو، دي حلوة قوي، ريحتها حلوة قوي. جبنا لك واحدة انت كمان يا بتاع. حلوة، هجيب لها فازة واحطها في اوضتي. ماشي. واللي بعديها ايه دي؟ صورة. مم. دي الصورة اللي احنا صورناها لما كنا رايحين الرحلة. آه. حطيتوها كمان، ده انتم حلوين اوي. واو. آه. حاجة حلوة يعني، هوزعها علينا. ايه ده؟ نلبسها كده. واو، حلوة، شكلها حلو عليا، وشوز كمان حلو برضه. ماشي. وايه كمان؟ واو، لازم فلوس. اديها لماما وانا هاخد الاتنين دول، بحبهم.
بجد عجبتني هديتكم. دي ولا حاجة لواحدة بنحبها خالص. بجد هديتكم حلوة قوي. مم. اما وزع بقى الجيلي ده علينا. لا 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 لا. غزل ميلادي، ميلادي أنا وبس. لا 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 لا. غزل ميلادي، ميلادي أنا وبس. طبعا احنا كده وزعت انا الجيلي، ف يلا ناكله. هروح اقعد مكاني. وطبعا انتم مستغربين انا وهي عاملين نفس التصريحة ليه. هي قالت لي اعملي نفس التصريح. بصوا اهو. اما ناكل بقى الجيلي. الصراحة عجبني الجيلي ده، ويعني شكرا على انك وزعتي الجيلي بتاعك. عادي يا ماما، كلكم جبتولي هدايا حلوة وجمعتها في العلبة دي. في بعضها اللي ما عجبنيش وبعضها عجبني. وبكده يا كوينز يكون الفيديو بتاعنا خلص، ويا رب يكون عجبكم. ولو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وكمان تشتركوا في القناة وتعملوا شير للفيديو باي باي.